اهلين البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بهذا المقشر اللي ماهوش فقط يقشر لكن يساعد حتى في بياض البشرة بمكونات بسيطة في المطبخ تاعك. مع الاستخدام المداوم عليه راح تتخلصي من البهتان خشونة الجسم والوجه، لأنه يقوم بإزالة الخلايا البشرة الميتة والجافة، ويناسب أيضا اللي عندهم اللون بشرة غير متجانس وغير موحد، كما يقضي على جلد الإيوزة أو جلد الدجاجة. هذا المشكل يعانيوا منه بنات بزاف. أنا كنت درت تاني مقشر بالكركم اللي راح نفيدكم به الوصفة تاعو في الفيديوهات اللاحقة إن شاء الله. شوفوا لونه كيف ما يهبل ويقشر ويوحد أيضا لون البشرة، وفيه فوائد بزاف. نوليو دركا المقشر القهوة تاعنا ونشوفوا مكوناته البسيطة الموجودة في كل بيت. نحتاج فيه ملعقتين من السكر. السكر يا بنات يكون سكر خشن وليس سكر ناعم. ونحتاج أيضا ملعقتين من القهوة، ليست سريعة الذوبان، قهوة عادية. فوائد القهوة البنات روعة للبشرة، تخليها فيها واحد النعومة وتقشر لك سوبر بيان لابو تاعك. هذا المقشر رائع. السكر يقضي على خلايا البشرة الميتة ويترك لك البشرة أيضا ملسة وناعمة. نخلط جميع المكونات كما راكم تلاحظوا في الفيديو، وهذه المكونات الناشفة لازم نجمعوهم بمادة اللي هي زيت، وهنايا راح نستخدموا زيت جوز الهند. نجمعوا بهذه المكونات. يحتوي زيت جوز الهند من الأحماض الدهنية، عنده خصائص مضادة للميكروبات، وهو خيار رائع للوقاية من مشاكل الجلد البسيطة. واللي عندهم بشرة جافة بزاف يزيدوا له زيت اللوز لأنه مرطب رائع للبشرة. بعد ما نجمعوه كما قلت لكم بالطريقة هذه نتحصلوا على أروع قماج للبشرة، بشرة الجسم وحتى الوجه. لكن في بشرة الوجه البنات ديما كي تقوميو الوجه تاعكم تقوميوه بحركة دائرية بدون ضغط، يعني متضغطيش بقوة لأن البشرة حساسة الوجه. هذا البنات ماسك يعني سهل في متناول الجميع، يعني كامل تقدروا تستخدموه. اللي ما عندهاش زيت جوز الهند أبسط حاجة أنك ديري زيت الزيتون، يعني نورمالمون ما كانش دار ما فيهاش زيت الزيتون، يعطي لك نفس النتيجة ونفس الفعالية. يعني بدون كسل تنوضي وتقومي وتحضريه، تحبي تحضري كونتيتي كيما هكا وتحطيها على جهة، ومن تعودي حديري لا دوش تاعك تاخديها وتقومي بها اولا لبشرة الجسم تاعك كامل، وبعدها تاخدي لا دوش تاعك وتغسلي عادي وديري جل دوش تاعك استحمام تاعك كامل. لكن القماج يكون اول خطوة بعد تعرض لافابور، يعني تكبي عليك الماء سخون بزاف ولا تقعدي في لافابور هكا ما يتفتحوا اولا المسام تاع الجلد تاعك وتستفادي اكثر استفادة من هذا القماج. فوائد تاعو البنات فوائد كثيرة، ماهوش برك مقشر كما قلت لكم، يعني هذا المقشر مليء بمضادات الأكسدة، وهذه مضادات الأكسدة تعمل على إبطاء شيخوخة البشرة، خاصة البشرة المعرضة للشمس. كما يحارب لك أيضا هذا القماج يحارب لك التجاعيد وبقع الشمس، خاصة درك حنا رانا في فصل الصيف وفصل الشمس. يعني يحارب لك أيضا الخطوط الدقيقة اللي تكون في الوجه تاعك ولا في أي مكان في الجسم تاعك.
بهذا المقشر نستخدموه البنات كما قلت لكم البنات قبل كل استحمام، كما تحتفظي به لمدة شهر ما يصرى له والو، يعني تقدري تستخدمي كمية أكبر من هكا وتحتفظي بها مع هذه المكونات البسيطة. مش راح يفسد ولا يتعفن ولا، يعني مكونات تاعو سهلة وبسيطة وفعالة أيضا 100%. يوضع على بشرة البنات ونفركوها بحركات كما قلت لكم دائرية بمه نعزو أيضا الدورة الدموية، مضاد كما قلت لكم البكتيريا، ويخلي لك البشرة تاعك نقية وصحية وتلمع. نستخدموه بعد يعني بعد ما تقشري البشرة تاعك ما تحصلي على أكثر نعومة وأكثر إشراق للبشرة، ترطبي من وراه. لازم ديري ترطيب بأي كريمة تكون عندك ولا زيت يكون عندك، على ما تحتبس هذيك الرطوبة داخل البشرة، وتلقاي مع الوقت تلاحظي انه البشرة تاعك صفات وتنحى لك جلد الإيوزة، خاصة اللي عندهم جلد الإيوزة مفيد بزاف 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 ليهم وراح يفيدهم، ويعني يلقاو عليه نتيجة مرضية إن شاء الله. لكن بعد كل استخدامه كما قلت لكم ونعاود لكم ونأكد لكم على الترطيب، يعني كي ديريه وتدوشي وتخلي البشرة تاعك كيك ما كيش راح تستفادي منه 100%. لهذا هدرت لكم وعاودت لكم على الترطيب، هو أساس العناية. يعني العناية بالجسم ولا بالبشرة عندها خطوات وعندها ترتيبات، يعني كما الوجه لازم غسول ولا سيرام تحطي ولا مرطب، دائما تكون عندك ترطيب في البشرة تاعك هكا بما تبتعدي على شيخوخة البشرة، تبقى ديما البشرة تاعك مرتاحة وصافية. هنايا البنات كنت استخدمت هذا المرطب تاع نيفيا سوفت، هذا يعني مرطب رائع استخدمته قداه مرة ولقيت عليه نتيجة ويعجبني، يعني الفعالية تاعو على البشرة ولا على الوجه، يعني عنده نتيجة روعة. هكا حبيباتي جينا نهاية الفيديو، ما تنسونيش بالدعم تاعكم، بارتاج للفيديو هذا وشاركوه كما قلت لكم مع صحاباتكم وحبيباتكم، وديروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ما يوصلكم كل جديد اللي راح نحطه في القناة. باي باي في فيديو لاحق إن شاء الله. دمتم أميرات، دمتم جميلات، دمتم حبيبات قلبي.